البنت اللي صورتها ظاهرة قدام حضراتكم دلوقتي دي اسمها زمزم قاسم، عندها 6 سنين، اتحطت في الفرن واتشوت وحطوها في شوال ورموها في الترعة. طيب ايه اللي حصل لها بقى وايه القصة من البداية؟ الواقعة دي حصلت في قرية اسمها القيصرية التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج. يوم الواقعة بقى زمزم كانت بتلعب في الشارع حوالي الساعة 2 ونص الظهر. المهم أسرتها طلعوا يبصوا عليها لقوا زمزم مش موجودة. ابتدوا يسألوا الناس بقى والأهالي اللي في القرية، يا جماعة محدش شاف زمزم؟ زمزم اختفت تماما. لما لفوا عليها كتير جدا وما لقوهاش راحوا قدموا بلاغ لرجال الشرطة. رجال الشرطة بعدها بفترة جالهم بلاغ من الأهالي بأنهم عثروا على جثمان طفلة موجودة في إحدى الترع. المهم تواصلوا بأسرة زمزم وراحوا عشان يشوفوا هل هي بنتهم ولا لأ. لقوا بالفعل إن هي بنتهم. بعدها رجال الشرطة بقى ابتدت تعمل تحرياتها وتشوف كاميرات المراقبة اللي موجودة في محيط المكان لحد ما بالفعل قدرت إنها تلقي القبض على السيدة اللي ارتكبت الجريمة دي. السيدة اللي صورتها ظاهرة قدام حضراتكم دي، السيدة ديت تبقى جارتهم. المهم لما ألقوا القبض عليها اعترفت بكل شيء اعتراف تفصيلي، وقالت لهم إن أنا يوم الواقعة زمزم كانت بتلعب بره في الشارع ببالون.